حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى عاملين حتة صينية سمك تحفة زي ما انتوا شايفين كده، عاملينها بالرز. جميلة جدا، بصوا جميلة، مقرمشة من فوق وطرية من تحت، وكل واحد احط له وجبته كده في طبق والدنيا هتبقى تمام وزي الفل. تعالوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بصوا دايبة دوب، جميلة جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي، يلا بينا. انا بقى معايا هنا 1.5 كيلو سمك بلطي، جبت وسط كده وتمام. انا بقى حطيت هنا معايا بصل، جزر، كرفس، وطماطم، وليمون، واستفندية، والتوابل بتاعتي. انا هنا بقى خرطت كده بصلتين صغيرين زي ما انتوا شايفين كده، قطع صغيرة، ومعايا جزراية مبشورة صغيرة، ومعايا كرفس. هنحط بقى الخليط ده كله كده على بعضه كده تمام. هنحط كمان ايه بقى؟ هنحط بقى، اجيب بس شوية توم، معلقتين توم كده حلوين، حطينا بقى شوية ملح، شوية شطة، شوية كمون، عصرنا كده ليمونتين، وعصرنا استفندية زي ما انتوا شايفين. الاستفندية ديت هتديلكوا طعم فظيع للسمك. قلبنا قلب قلب كده. هنحشي بقى السمك بتاعنا حشية مظبوطة، بصوا مليناه. حطينا في الدقيق، نحشي كده. جربوا السمك اعصروا عليه استفندي، هتلاقوا طعمه تحفة كده. قلبنا في الدقيق، وانا حاطه طاسة الزيت ورايا. أكلة جميلة وتحفة، بسم الله ما شاء الله. السمك كل البيت فرح جدا ان انا عامله سمك. طيب 6 سمكات، قلت مش هيكفوا، لو قالتهم مش هيكفوا. قلت ضربت في دماغي الفكرة ديت، كانت والدتي بتعملها وكنا بنحبها جدا جدا. السمك اللي بالفريك والسمك اللي بالرز، حاجة كده جميلة وخيال، وتكفي من 6 أنفار ل8 9 أنفار كده. بقى السمك بتاعنا بصوا جميل وما تفكش، والزيت زي الفل، والحشوة ما طلعتش رغم ان احنا مالين السمكية قوي. الدنيا زي الفل معانا. حطينا بقى في نفس الزيت البصلاية اللي احنا خرطناها كده تمام. فص توم بقى كبير كده معانا، حطيناه عشان نظبط التظابيط والدنيا معانا تبقى تمام، ونطلع الريحة الجميلة كده تمام. حطينا شوية ملح، شوية كمون، مكعب ماجي كمان علشان نطعم البصلة بتاعتنا وتبقى تمام جدا كده تمام. قلبنا البصلة بتاعتنا كده. حطينا شوية طماطم مقطعينها قطع، انا كان ممكن اضربها في الخلاط بس انا بحبها قطع كده، تبقى جميلة جدا. معايا بقى كده نص كيلو رز، معايا كوبايتين مية مغلية، ومعايا الخليط بتاعي ده كده كبيته في الكوبايتين المية المغلية يا سيدي. حطينا الرز بتاعنا، قلب قلب، والسمك بتاعنا خلص زي ما انتوا شايفين تمام، ولا فك ولا حصل له اي حاجة، ولا الخليط طلع منه ولا اي حاجة كده تمام. حطينا بقى الرز بتاعنا استوى السوا بتاعه تمام. حطينا شوية مية كده مغليين كمان عليه، خليناه سايل. هنعمل بقى ايه؟ هناخد شوية من الرز ده كده من تحت، وهنحط السمك عليه
عايزة اقول لكم تحفة. انا بيني وبينكم كنت هعمله مقلي، بس لما لقيتهم بقى فرحوا بقى ان عندنا سمك النهاردة قلت كده مش هيكفي، ورحت عاملاه بالطريقة الجميلة ديت. عايزة اقول لكم اتاكل كله، الصينية دي اتنسفت. انا عملتها وجبات كده في اطباق، كل واحد الطبق بتاعه بالسمكة بشوية الرز بتاعه بحتتين المخلل، وما عملت السلطة ولا اي حاجة جنبي. بسم الله ما شاء الله، طلع تحفة. وكلوا وشبعوا ويتفرحوا واتبسطوا والدنيا تمام. عايزة اقول لكم قرمشة من فوق وجميلة جدا جدا، وما خدتش وقت خالص معايا. احنا كده هنحدد مكان السمك علشان نطلع السمكة كده. ايوه، ولا لزقة ولا اي حاجة خالص، جميلة جميلة جميلة. حطيناها في الفرن 10 دقايق زي ما انتوا شايفين كده، وطلعت بسم الله ما شاء الله الصينية. عايزة اقول لكم ريحتها تحفة. حطينا شوية كرفس عليها كده من فوق، وهنحط بقى شوية المخلل بتوعنا، ووجبة جميلة جدا جدا. بصوا السمكية دايبة دوب، بصوا الجمال، والخلطة بتاعتها بصوا زي ما هي جوه ما اتحركتش، جميلة. جزر، كرفس، بصلتين صغيرين وقطعناهم، ونص استفنداية او استفندية صغيرة عصرناها، وليمونة وحشيناها. عايزة اقول لكم مدية نكهة تحفة للسمك، وعيالي لاحظوها جميلة. جربوا السمك كده، اعصروا عليه استفندي هيعجبكم جدا جدا. وحطيت كده في كل واحد وجبته في طبق بشوية الرز بالسمكاية بشوية المخلل، وبألف هنا وشفا. جربوها هتعجبكم جدا جدا. حتى لو حبيتوا تقسموا السمكة 2، لو عندكم 3 سمكات وعملتوها بالخلطة اللي انا عاملاها ديت والرز، هتشبع وهتبقى جميلة جدا جدا. اتمنى بقى النهاردة يكون الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا منه لو بحاجة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.